السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الزيتون المخلل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بطريقة زمان، الطريقة اللي على اصولها، هتحبوها ومفيش اسهل منها. يا رب النهارده الطريقه بتاعتي تعجبكم، ولو عجبتكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. يلا حبايب قلبي نصلي على الرسول ونخش على الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سيد الخلق وشفيعي يوم الدين، حبيبي يا رسول الله. انا هنا معايا هريسه شطه كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، فقلت ايه علشان نوصل الفيديوهات ببعضها اقوم ايه بقى ايه واخده لكم المقطع ده علشان تفتكروا معايا انا كنت عامله هريسه الشطه ليه. انا عملتها علشان خاطر هستعملها في، قلت لكم، في تخليل الزيتون والليمون، وبالفعل انا استعملتها في تخليل الزيتون معاكم. دلوقتي هتشوفوها في الفيديو. انا هنا خلصتها خلاص وهعبيها كده في البرطمانات وهتشوفوها معايا دلوقتي. عايزه اقول لكم الطريقه جميله جدا على فكره، مش هتستعمليها بس في التخليل، لا ده انت هتخليها عندك في الفريزر، ممكن تحطي منها على اي اكله انت بتفضلي ان هي تكون حاميه شويه، او تدخليها في تتبيله بتنجان، في تتبيله سمك. بصي ليها استخدامات كتير جدا، ولو انتوا بتحبوا الحاجات الحاميه الحراقه فهتلاقيها ليها كذا مطلب عندك. ان شاء الله هتنفعك. البرطمان دوت حلو قوي، في ناس بتفرزها من السنه للسنه، تحطيه في الفريزر وكل ما تعوزي هتطلعي. تعالوا بقى مع بعض نشوف الزيتون بتاعنا. انا جايبه هنا زيتون تفاحي، دول 2 كيلو. بصوا الزيتون بتاعي حلو ازاي، مش ملسع ولا في بقعه ولا في اي حاجه، الزيتون جميل جدا. معايا هنا 2 كيلو زيتون، ومعايا كمان نص كيلو ليمون مقطعاه بالشكل ده، ومعايا كمان نص كيلو فلفل حامي. بصوا شايفين الزيتونه حلوه ازاي، تفاحي يعني. ومعايا كمان كيلو ليمون عصرته بالعصاره، شايفين كوبايتين كده ليمون ونص كوبايه خل. دلوقتي انا جبت الزيتون وفضيته كده في طبق واسع عشان اعرف اقلب كل المكونات مع بعضها. نزلت بالفلفل، وكمان هنزل بنص كيلو الليمون اللي انا قطعته بالشكل ده كده، ومعايا عصفر وحبه البركه، دول حبه ب5 جنيه، حبه عصفر وحبه البركه، الاتنين مع بعض كده هفضيهم بالشكل ده كده. لو عايزه جزر مبشور ابشري وحطي، لكن انا الصراحه بنحبه كده من غير جزر. وهمسك بقى كل المكونات دي على بعضها وهقلبها تقليبه حلوه لحد لما العصفر وحبه البركه كل المكونات تشرب منهم. وادي معانا معلقه كبيره هريسه شطه. انا مش هكتر علشان الفلفل معايا حامي، وكمان الزيتون بتاعي ما يبقاش حامي قوي. خدوا بالكم من الحته دي لان انا حاطه فلفل حامي، فعلشان خاطر ما تبقاش الهريسه حاميه والفلفل حامي كده الزيتون صدقيني مش هيتاكل. فانت حاولي على قدر الامكان ما تخليش حاجتك مشطشطه قوي علشان خاطر ما تبقاش حراقه، وان شاء الله ربنا يبارك لك فيها وتكون حلوه. همسك بقى كده اقلب تقليبه حلوه كده محترمه بالشكل ده لحد ما كل المكونات بتاعتي تختلط بايه بالعصفر وحبه البركه. هنا بقى جبت البرطمانات بتاعتي، انا معايا برطمانين ازاز ومعايا برطمان بلاستيك، فانا مليت البرطمانين الازاز الاول، وهملى بقى كده البرطمان البلاستيك بتاعي، هنزل بفلفل وزيتون وليمون زي ما مليت كل البرطمانين التانيين بنفس الطريقه. هملى البرطمان ده، هنزل كده بالزيتون بتاعي والليمون والفلفل. الطريقه دي حلوه قوي، بستعملها ومعتمداها من سنين كتير ما غيرتهاش. كل اللي انا زودته في الوصفه بتاعت السنه دي او المره دي ان انا قطعت ليمون، لاني كنت جايبه ليمون جاهز مخلل جاهز، وعجبني قوي الليمون وهو متقطع كده، صدقوني طعمه في منتهى الجمال. فقررت ان انا ازود المره دي في طريقتي الليمون وانا مقطعاه كده بالشكل ده. حتى الاول لما كنت بحط الليمون كده على الوش، الليمون اللي انا كنت عصره منه واخده قشر الليمون وكنت بحطه على الوش، كان بيبقى طعمه جميل جدا، كنت بحب اكله اكتر من الزيتون نفسه. الليمون، قشر الليمون ده اللي انا بحطه بنغزه على الوش ده، كنت بحب اكله في المخلل اكتر من الزيتون. بصوا انا ليه بحط قشر الليمون على الوش؟ علشان خاطر ما يخليش فيه اي فتحات تهويه للزيتون، الزيتون بتاعي ما يخشلوش اي حاجه تديله تهويه.
بالطريقة دي كده. بصوا بضغط كده علشان مخليش اي هوا يدخل البرطمان بتاعي، عشان الزيتون بتاعي لا قدر الله ما يعفنش ويعمل طبقة الريم اللي على الوش دي، لا. واجي خلاص كده حطيت في كل البرطمانات بتاعتي زيتون وليمون وفلفل بالشكل ده كده. هجيب بقى معايا هنا 2 لتر ميه. عشان نبقى متفقين، انا هنا الاول هقول لكم هنا 2 لتر ميه نزلت عليهم بكيلو ليمون معصور بالعصاره، نص كوبايه خل و3 معالق سكر، وهنزل عليهم كمان بكيس ملح. عشان نبقى متفقين انا هنا زودت الميه بتاعت التخليل شويه، علشان خاطر انا هخلل بيها ليمون. تمام. فانا هنا عشان ما تقولوش الميه كتيره، لا انا زودت عملت ميه بالمره علشان هخلل بيها ليمون. قلبت كده انا بقى السكر بتاعي والملح بتاعي ودقت كده وظبطت الحدق بتاعي، وهبدأ دلوقتي املى البرطمانات بالميه. هاخد بقى برطمان كده، وهبدأ انزل بقى بالميه بتاعتي اللي انا حاطه فيها الملح والليمون والسكر والخل. على فكرة الخل مش هيهري الزيتون بتاعك، ده بالعكس هيحافظ عليه، وكمان السكر والخل هما مادة الحفظ بتاعتنا النهاردة علشان الزيتون بتاعي يقعد فترة طويلة. في حاجة نسيت اقول لكم عليها، لو انت عايزة الزيتون بتاعك يستوي بسرعة مش عايزاه يقعد فترة طويلة، ممكن تدقيه بايد الهون او تشق الزيتون بتاعك بالسكينة، او لو عندك اللي هي اللي بتخلي المكنة او الآلة اللي بتخلي الزيتون من البذر من الزيتون تبقى كويسة قوي. لكن علشان انا عايزة الزيتون بتاعي يقعد فترة طويلة، فانا ولا شقيته ولا دقيته بالهون ولا بايدي ولا اي حاجة، علشان انا عايزاه يقعد فترة طويلة. تمام. هملى بقى كده ومش هخلي البرطمان بتاعي مليان للاخر خالص، هسيب كده يعني مسافة كده، علشان خاطر هنزل بشوية زيت على الوش، بحيث ان الزيت بتاعي كمان يحفظ لي الزيتون بتاعي ما يخليهوش يعفن او يعمل طبقة الريم اللي على الوش دي. فلا، احنا بعد ما هنخلص لازم وانت بتملي كده المية سيبي مسافة كده شوية صغيرين، علشان احنا يعني بعد كده هننزل بشوية زيت. هبدأ انزل بقى كده بالمية بتاعتي، هملى البرطمانات، وزي ما قلنا مية وخل وملح وليمون. 2 كيلو زيتون بياخدوا كيلو ليمون معصور، ما تعصروش في الخلاط بقشره، لا اعصريه، تعالى على نفسك شويه واعصريه بايدك، هتستفيدي من الناحيتين بالليمون بتاعك، وكمان هناخد القشر بتاعه. في ناس بعد ما بتعصر بتاخد القشر ده وانت تخلله لوحده، عايزه اقولك اللي بيبقى طعمه في منتهى الجمال، طعمه جميل جدا. هنضف بقى كده مكاننا. بصوا مكان ما انا بقى منزلت كده بالميه بتاعتي وهجيب بقى الزيت بتاعي، هجيب الزيت وهبدأ انزل بقى في كل برطمان كده بشوية زيت بالشكل ده كده اهو. ولو عندك بقى زيت زيتون 100 اهو بالشكل ده كده. يبقى انا كده حطيت خلاص اخر حاجة في الزيتون بتاعي. هجيب بقى كيس تلاجة زي كده مفتوح، او الكيس اللي معايا دوت اللي انا بعمل بيه البرجر، او لو انت عندك اللي هو الورق الاسترتش راب دوت، بتقومي انت مغطياه كبسه قوي، وتقومي لفه عليه الاسترتش راب، وتقوم مغطياه بالغطا بتاعه، علشان خاطر احنا كده بنحافظ عليه، علشان خاطر ما يخشوش اي هوا للزيتون بتاعي. احنا بنعمل كل التريكات دي علشان نحافظ على الزيتون، مش نبقى مكلفين الحاجه وعاملينها وفي الاخر تبوظ وتترمي على حاجات بسيطه خالص. وابدأ بقى من وقت للتاني نمسك الزيتون بتاعنا ونفضل نقلب فيه، وانت داخله المطبخ هتعملي شويه حاجات، تمسكي الزيتون بتاعك وتبداي تقلبي فيه كده، علشان خاطر كله يختلط ببعضه. بصوا شايفين جميل جدا جدا، اللهم بارك. ان شاء الله لما نفتح عليه باذن الله، لما يستوي بعد 1.5 شهر ان شاء الله باذن الله هنشوفه مع بعض. وبكده خلاص الزيتون بتاعي خلص وبقى بالشكل الجميل التحفه ده. ويا رب النهارده طريقتي تكون عجبتكم، ويومنا يكون سهل وبسيط على قلبكم. اتمنى ان انتوا تتابعوني، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله، وتدعمونا باللايك يا حبايب قلبي. اللايك بيدعم الفيديو وبيوصله لاكبر عدد من المشاهدين.
يا ريت يا حبايب قلبي تدعمونا باللايك. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.